يا صاحبي يا نور العين، كلامك ده حكمة ودين. صحتك دي كنز غالي، أمانة بين إيديك أمين. حافظ عليها ورعاها قبل ما يفوت الأوان. الندم ساعتها ما بيفتش والوجع بيكون لها عنوان. نعمة الصحة دي كبيرة وإنت ساعات بتكون ساهي، ما تصحاش على ألم فجأة وتندم ليه كنت لاهي. طول ما النفس لسه فيك ونعمة ربنا حواليك، ابعد عن كل اللي ما يضرك، الوقاية خير ليك. المرض ده شر مستخبي بيجي فجأة وما يستناش، الوقاية سد منيع بيحميك وما تخليش المرض ينتاش. اعرف أكلك ده ايه وقيمته الغذائية كام، لو يفيدك كله بالهنا ولو يضرك كله سلام. ما تستناش لما تتعب وتجري تدور على دواء، الفحص الدوري ده أمان بيطمنك وبيوريك الخطوة سوا. مرة في السنة مش كتير، اطمن على حالك يا زين، ولو في حاجة الحقها بدري قبل ما الوجع يكون كمين. والله يكفيك كل سقم وكل وجع وكل أذى، بس انت اعمل اللي عليك وما تخليش صحتك كده مرمية في الزوايا. اشرب مية كتير وتنفس هوا نظيف، نام كويس وكل صحي، جسمك ده محتاج تكييف. الحركة بركة يا صاحبي، خلي ليك في اليوم مشوار، رياضة خفيفة تظبط حالك وتخلي جسمك منور. ما تسهرش كتير وتكهد عينيك، الراحة ليها مفعول سحري، جسمك ده آلة دقيقة عاملة كويس، ده أمر ضروري. بلاش تدخين وبلاش سهر وبلاش أكل من الشارع، صحتك أغلى من كل ده، ما تبيعهاش ببلاش يا جدع. نفسك دي أمانة عندك، حافظ عليها بكل قوتك، بكرة تستاهل تشوفه بالصحة وتفرح بكل دقيقة في وقتك. ما تستهونش بأي وجع مهما كان بسيط وصغير، ممكن يكون علامة لحاجة أكبر ومستنية ليك تنوير. روح للدكتور واسأله وما تكسلش أو تقول مش مهم، صحتك أوليتك وده كلام مفيش فيه أي وهم. يا صاحب الصحة تاج على الرؤوس، لا يراه إلا المرضى. طول ما أنت بخير وعافية احمد ربنا وارضى، عيش يومك بصحة ونشاط وما تخليش الكسل يتمكن. دي نصيحة من قلبي ليك ويا رب بيها تتذكر وتؤمن. لسه في كلام يا صاحبي والقلب مليان وصايا عن الصحة وعن قيمتها وعن بكرة والأيام اللي جاية. عايز أقولك ما تيأسش لو حسيت في يوم بضعف، القوة بتيجي من جواك وبالإيمان بتتغلب على أي خوف. صحتك دي مش ملكك لوحدك، دي حق على اللي حواليك، لو تعبت هم هيتعبوا وهيشيلوا الهم بدليك. علشان كده حافظ عليها عشانهم وعشان نفسك كمان، ما تخليش لحظة إهمال تخلي الكل في حزن وأحزان. وقت الفراغ ده كنز، استغله في حاجة مفيدة، اقرأ كتاب، اتعلم حاجة جديدة، مارس هواية بتحبها أكيدة. العقل السليم في الجسم السليم، مثل قديم ومفهوم، ما تخليش وقتك يضيع وصحتك تروح في النوم. الزعل والضغط النفسي دول سم قاتل بالبطيء، حاول تهدي أعصابك وما تخليش الدنيا تجري بيك وتطيح. الراحة والاسترخاء مهمين لجسمك وكمان لعقلك، خصص وقتك لنفسك تفصل فيه عن كل اللي يقلق. الضحكة دي دواء ببلاش بتنور الوش وتريح البال، خليك دايما مبتسم وما تخليك الحزن ليه في قلبك مجال. الناس اللي حواليك طاقة، اختار الصحبة اللي تفرحك واللي تديك ضعفة لقدام وما تخليش حد يوجعك.